السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وللي اول مرة يشوف قناتي، انا زهرة محمد ودي قناتي اكلة في السريع. ويا ريت يا حبايبي اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطار خفيف جدا وسهل وسريع. يلا بينا يا حبايبي عشان الفيديو ميبقاش طويل، نشوف هنعمل الفطار ده ازاي. معايا صينية على النار، هنزل بحوالي معلقتين من الزيت. الزيت يسخن كويس قوي، هنزل عليه بالبصل متخرط ناعم او ضرباه في الكب. هقلب البصل كويس قوي، انا مش هخلي البصل يحمر، يا دوبك البصل يدبل معايا. خلاص يا حبايبي كده البصل دبل بالشكل ده. هنزل عليه بربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة. لو مش موجود عندك هريسة شطة ممكن تستغني عنها. وهقلبها كويس جدا مع البصل، هتاخد تشويحة خفيفة. وانزل عليها بعصير الطماطم او الطماطم المبشورة. انا الطماطم دي ضربها في الكب. وهقلب الطماطم مع البصل كويس جدا. وهنزل عليها بحوالي نص معلقة من الملح. وربع معلقة من الفلفل الاسود. وربع معلقة من الكمون. وهقلبها كويس جدا واسيبها تستوي مع نفسها. الصلصة كده استوت وبقت جاهزة معانا. هنزل عليها بالبيض. البيض الكمية اللي انت تحبيها حسب ما انت عايزة. وهقلب البيض كويس جدا مع الصلصة. وهنزل عليه برشة خفيفة من الفلفل الاسود علشان الزفارة اللي موجودة في البيض. خلاص كده احنا عملنا الشكشوكة. هنعمل فول بالصلصة. انا كنت اخدت شوية صلصة من بتاع الشكشوكة على شوية زيت سخنوا كويس قوي، نزلت عليهم بالفول. والصلصة عليها الملح وعليها الفلفل وعليها الكمون. هقلب الفول كويس جدا مع الصلصة وههرسه. وخلاص كده يا حبايبي عملنا مع بعض اجمل طبق فول بالصلصة. ومعايا بطاطس مشوية في الفرن للبنات اللي مش بتعرف تقشر البطاطس وتقول القشرة بتخرج معايا في البطاطساي. انا اعرفك نقطة بسيطة جدا تخليكي تقشري البطاطساية والقشر ما يخرجش معاكي فيه. هتجيبي مية عادية جدا من الحنفية ونحط فيها حوالي معلقة من الملح ونقلبها كويس جدا. والبطاطس تكون خارجة لسه من الفرن سخنة، ونسقط البطاطس في قلب المية ونسيبها حوالي 5 دقايق بالظبط. بطاطس تكون سخنة والمية تكون باردة من الحنفية. وبعد 5 دقايق البطاطس بتتقشر معاك بكل سهولة. القشرة بتخرج وما بتاخدش حاجة من البطاطس. دي نقطة مهمة جدا علشان تقشري البطاطس لكل البنات الصغيرين. معانا هنا يا حبايب قلب صينية على النار، هنزل بحوالي معلقتين 3 من الزيت وحوالي معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة. هيسخنوا كويس جدا. هنزل عليهم بالبيض، والبيض طبعا حسب الكمية اللي انت تحبيها. وهقلب البيض مع السمنة كويس جدا. وقبل ما البيض يستوي تماما هنزل عليه بالبطاطس المهروسة. وهقلب البيض مع البطاطس، البيض يكمل سواه مع البطاطس والبطاطس تاخد من طعم البيض. وهنزل عليهم برشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الكمون.
وحاجة بسيطة جدا من الشطة، ورشة خفيفة من الفلفل الاسود، وقلبهم كويس جدا مع بعض. وعملنا كده اجمل بطاطس مهروسة بالبيض. وبكده يا حبايبي يكون عملنا اجمل فطار سهل جدا وسريع، وما اخدش مننا لا وقت ولا مجهود. يلا الشطار واعمل لاولادك اجمل فطار في الدنيا. عملنا الشكشوكة، وقطعنا طماطم طرنشات وفلفل حامي، ودي البطاطس المهروسة على بيض اللي احنا عملناها مع بعض، وخس غسلناه ونضفناه، وفول بصلصة، وجبنة حادقة. حاجة سريعة جدا وسهلة. ممكن يمشي فطار ويمشي غدا، وكمان ممكن ينفع عشاء، ويتاكل بالرقاق الجميل ده اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قبل كده. رق طري وجميل جدا. يا ريت يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.